بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور أحمد السعداني، صيدلي. في ظل ارتفاع أسعار الأدوية كل يوم بنلاقي الدواء بسعر جديد مختلف عن السعر اللي قبله. بقول هنا وبناشد كل أطباء وصيادلة مصر إن الدواء المصري يستحق إن أنت تثق فيه. زيادة عن كده، إن لو قدامك اختيار ما بين دواء مستورد سعره غالي ودواء مصري له نفس الفاعلية ونفس التأثير وبسعر أقل، اختار الدواء المصري تيسيرا على المريض. الناس بقت ظروفها صعبة قوي ومش عارفة تعمل ايه، والناس عندها يقين ان الدواء اللي حضرتك كاتبه في الروجيتا ان هو ده اللي هيخففها حتى لو له مليون بديل. ارجوك لو في دواء مصري له نفس الفاعلية ونفس الكفاءة وبسعر اقل، هون على الناس واكتب لها الدواء المصري ابو سعر اقل. وانت كمريض لو ظروفك صعبة وبتاخد علاج شهري، لان انا الناس والله بتدخل الصيدلية دلوقتي بتسعر الروجيتا وممكن ما تصرفش العلاج، وممكن تسعر الروشتة ويبقى مكتوب لها العلاج اسبوعين او شهر وتصرف شريط واحد فقط وما بتكملش الكورس بتاع العلاج. انت كمريض عندك مرض مزمن هتمشي على العلاج فترة طويلة. اسأل الصيدلي اللي انت بتثق فيه لو في دواء له نفس الفاعلية والتأثير ويكون اقل في السعر من الدواء اللي انت بتاخده، لو ظروفك ما تسمحش قول له وهتكون واثق فيه وهيديك نفس الدواء ونفس الكفاءة والفاعلية بسعر اقل. حافظ على نفسك، ما توقفش كورس الدواء من نفسك لان العواقب بتبقى وخيمه. يعني كمريض ضغط او سكر او عندك جلطه قبل كده وتوقف الدواء مره واحده عشان غالي عليك، لا قدر الله بيبقى الاثار الجانبيه والاثار اللي ممكن تحصل لك عن ان انت تسيب الدواء بتبقى مشكله كبيره ومش هتقدر تلحقها. الحق نفسك واطلب البديل الارخص او كلم الطبيب بتاعك يكتب لك بديل ارخص، ما فيهاش اي مشاكل. الدواء اللي مكتوب في الروجيتا مش قرآن، ما انزلش. اسأل الطبيب، اسأل الصيدلي، اعرف ايه البديل الارخص ليك ونفس الفعالية، ونحاول يعني نخفف على الناس شوية. والله الدواء سعره بقى اغلى من الاول بكتير. ناس كتير بتيجي مش معاها تمن الدواء ومش بتعرف تجيبه، لو جابت بتجيب شريط واحد، ولو الصيدلي او اللي موجود قدر يشيل المريض ده مرة مش هيقدر يشيله المرة التانية. يا ريت نختار دواء مصري يكون نفس الفعالية والكفاءة وبسعر اقل ونخفف على بعض. شكرا.